اي طالب عايز يحول للامريكان دبلومه، سواء انت كنت ناشونال سيستم او اي جي سيستم، طبعا اتفرج كتير جدا من الفيديوهات اللي انا بتكلم كيفيه التحويل من الناشونال او الاي جي للامريكان، بحكم ان هي اسهل طريقه لدخولك للجامعات، وبالتالي مليون في المية هيكون شيء مميز جدا ان حضرتك تبدا من دلوقتي كورسات الماث وكورسات الانجليش، ما دام انت دلوقتي خلاص بدات تقول والله انا خلاص السنه الجايه امريكان. وبالتالي حضرتك اول ترايل بتاعتك لو انت اوريدي طالب داخل ثانيه ثانوي، اول ترايل بتاعتك هتبقى في شهر 10، وهيبقى شيء كويس جدا انك تخش. عندك اي اس تي، عندك الاس اي تي ودي تعتبر شهاده دوليه، عندك الاي سي تي هيتغير وهيبقى شكل حلو جدا من بعد الترايل بتاعت شهر 9، هيقول لك والله الاكت هيتغير وهيبقى شيء احسن وافضل، وبالتالي بقى عندك تو سيرتيفيكيشنز، السات والاكت، ودول معترف بيهم جوه مصر وبره مصر، وعندك الاي اس تي اللي هي الشهاده المحليه اللي هي في التعليم المصري. وبالتالي هيبقى عندك فرصه عظيمه انك تبدا من دلوقتي حالا كورسات الماث وكورسات الانجليش عشان تاهل نفسك. لو انت عايز تعرف احنا بنعمل ايه في ماث هاوس، ممكن تبعت لي دايركتلي على الواتساب اللي هيظهر لك دلوقتي، وان شاء الله باذن الله يبقى كل الخير لكل اولادنا وبناتنا. واي استفسار خاص بالالتحاق للدبلومه الامريكيه عن طريقنا، احنا تحت امركم، مفيش مشكله تماما. اشوفكم دايما على خير، معاكم امير حميد.